ماذا لو كانت فلسطين بجوار الجزائر؟ سؤال رفعه الزميل كريم شعير على مسامع الجماهير الجزائرية والفلسطينية التي اكتسحت ملعب الخامس جويليا الأولمبي، فكان التفاعل على النحو التالي. لو كان جات فلسطين قدام الجزائر الحكايه باينه حبيبي شغل، بلا ما نقولوا واش راح باينه سما الرياكسيون تاعنا بلا ما نحكوها باينه بلي راح تكون باللي نونجاجي وما عندناش اشكال سما نورمال دخلوا على ربي والموت وحده ونورمال، وهذه هي ونتضامنوا معاهم صح يسلمك نورمال. كون جات فلسطين قدام الجزائر انا دخلنا، ماشي رانا دخلنا ولا يتحرط صافي لونطون، ما همش مساكن. راك تعرف كيفاش راهم مساكن، ماشي غير انا الجزائريين كومبلي ولا المراركه والتوانسه وكما يقول لك الافريك كومبلي تدخل لفلسطين، والجزائريين بصفه خاصه الجزائريين معروفين حارين. كون جات فلسطين قدام الجزائر كون الاستقلال داتو بكري ماشي ضروري، مازالت في النزاعات، مازالت في الحرب في غزه وهكذا وراك شرا يصرى. نتمناو متمنين احنا كون جينا في بلاصه مصر، كون جيت في بلاد كوراني ثم انا يا خويا نجاهد في سبيل الله. نحروها صاحبي، انا الاول اللي نطلع بصح صاحبي ما نقدرش نطلع والساندويتش 10,000 راك تسمع بصح نحاربوا حنايا. قول لك كنت تراب في الجزائر ونحررها. يا خلاص كاع نحروها احنا باينين بلي نحروا فلسطين. احنا لا احنا ماش محرين صاحبي كيفاش يا خو جات فلسطين قدام الجزائر يا خو نحروها كامل نروحوا، هادو اللي هم قدامنا والناس كاع والارجيري كاع نروحوا كامل بيسك هنا راهي خويا، راهي هنا يا خويا فلسطين. اخويا كون جات الجزائر قدام فلسطين لن نبقى بالغالي والنفيس في سبيل تحرير هذا الشعب الذي عانى والذي عانى ولاة الاستعمار اليهودي. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ندعو فلسطين ان شاء الله ربي يحررها. نحرروها باذن الله عز وجل. حنا هنا في الجزائر ما عطاوناش الحريه، سينو كان بعثونا لتما وراس ولادي غير نروح ونحررهم باذن الله عز وجل باذن الله. حنا خاطينا كرة القدم، انا الاعلام اللي جابني لهنا تاع فلسطين. انا واحد فيهم نروح في سبيل الله، واش نروح نجيب تشيبان نسحقش دراهم خو، ما سحق اون فاليت معوق ما سحقش دراهم انا خو. كان توجد فلسطين زاد الجزائر لو كان نروح نديفوندي لي كولون فلسطين نكريد القبائل معناتها ديوان زعما يتسوى حقار بيدس غير الموت لكن كنرز ولا نكينو. اذا بينا وكان جات قدام في الجزائر وحنا رانا حابين تكون قدام الجزائر، ماذا بينا واش نديروا؟ حجره نمد لهم البلوغ، ما عندهمش سلاح. معليش ما عندهم سلاح، نمدوا لهم حاجه اللي تنفعهم هما ونخدموا لهم سلاح. والله شوف، لو الجزائر اجت جنب فلسطين حسب ما شفنا من هذه الجماهير تولي فلسطين دولة حرة من زمن بعيد جدا كانت حرة. احنا ماشي تاع هجرة وكاع، احنا تاع حرب، احنا نحبوا نحاربوا. ويا رجال هي علوا الكوفي حيوا الابطال حيوا الفلسطيني. ويا رجال هي علوا الكوفي حيوا الابطال حيوا. مباراة تاريخية بأبعاد قومية أخوية تلك التي احتضنها الصرح الرياضي الأفخم في موطن الأحرار والشهداء، مباراة استقرت نتيجتها على واقع رسالة مدوية مفادها فلسطين في قلوب الجزائريين ظالمة أو مظلومة. شكرا لشعب الجزائر، أنتم في القلب. هي كلمة يرددها الجزائريين جيل بعد جيل يجسدون ما قاله الشهيد هواري بومدين: نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة. يردها الشيخ الفتى الكبير الصغير. شكرا للجزائر، شكرا على هذه الأجواء الرائعة. شعب فلسطين يحبكم وأنتم في القلب. شكرا للجزائر. منتخب الفدائيين فاز على المحاربين على الورق بهدف من دون رد، والجماهير الجزائرية أحرزت انتصارا باهرا بعدما هزت الكيان الصهيوني بوقفة دعم وإسناد هي الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة العالمية. هذا اللقاء الكروي الودي يأتي في إطار تأكيد الأخوة والترابط والتلاحم بين الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري، وأكبر دليل على هذا الترابط والتلاحم ما شاهدناه من حشد جماهيري مبارك وعظيم من الشعب الجزائري، وهذا يؤكد على أن الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة. فلسطين الشهداء ثبت يقينا أنها لم تكن سوى عبارة جزائرية الابتكار مفعولها كان أشد من صواريخ الأنظمة العربية التي تآكلت بفعل تعاقب الأزمنة والأجيال، عبارة ارتجفت على إثرها أرض ارتوت ذات ثورة من خمسينيات القرن الماضي
بدماء العرب بن هيدي وسي الحواس والفحلة فاطمة سومر وسائر الشهداء. واحنا رانا حابين تكون قدام الجزائر، ماذا بينا واش نديروا؟ حجرة نمد لهم البلوغ، ما عندهمش سلاح. معليش ما عندهم سلاح، نمدوا لهم حاجه اللي تنفعهم هما ونخدموا لهم سلاح. والله شوف، لو الجزائر اجت جنب فلسطين حسب ما شفنا من هذه الجماهير تولي فلسطين دولة حرة من زمن بعيد جدا كانت حرة. احنا ماشي تاع هدرة وكاع، احنا تاع حرب، احنا نحبوا نحاربوا. ويا رجال هي علوا الكوفي، حيوا الابطال حيوا الفلسطيني. ويا رجال هي علوا الكوفي، حيوا الابطال حيوا. مباراة تاريخية بأبعاد. الذي عانى والذي عانى ولاة الاستعمار اليهودي، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ندعو فلسطين ان شاء الله ربي يحررها. نحرروها باذن الله عز وجل. احنا هنا في الجزائر ما عطاوناش الحريه، سينو كان بعثونا لتما وراس ولادي غير نروح ونحررهم باذن الله عز وجل، باذن الله. احنا خاطينا كره القدم، انا الاعلام اللي جابني لهنا تاع فلسطين. انا واحد فيهم نروح في سبيل الله، واش نروح نجيب ما نسحقش دراهم خو، ما سحق اون فاليت معوق، ما سحقش دراهم انا خو. كان توجد فلسطين زاد الجزائر، لو كان نروح نديفوندي لي كولون فلسطين، نكريد القبائل مانتها ديون زعما يتسوى حقار بيدس غير الموت، لكن كان رز ولا نكينو. اذا بينا وكان جات قدام في الجزائر. ماذا لو كانت فلسطين بجوار الجزائر؟ سؤال رفعه الزميل كريم شاعير على مسامع الجماهير الجزائرية والفلسطينية التي اكتسحت ملعب 5 جويلية الأولمبية، فكان التفاعل على النحو التالي: لو كان جات فلسطين قدام الجزائر الحكايه باينه حبيبي، شغل بلا ما نقولوا شحال باينه، سما الرياكسيون تاعنا بلا ما نحكوها باينه بلي حتكون باللي نونجاجيو وما عندناش اشكال، سما نورمال دخلوا على ربي والموت وحده ونورمال، وهذه هي ونتضامنوا معاهم صح يسلمك نورمال. كون جات فلسطين قدام الجزائر انا دخلنا، ماشي رانا دخلنا ولا يتحرط صافي لونطون، ما همش مساكن، راك تعرف كيفاش راهم مساكن، ماشي غير انا الجزائريين كومبلي ولا المراركه والتوانسه وكما يقول لك لافريك كومبلي تدخل لفلسطين والجزائريين بصفه قومية أخوية تلك التي احتضنها الصرح الرياضي الأفخم في موطن الأحرار والشهداء. مباراة استقرت نتيجتها على واقع رسالة مدوية مفادها فلسطين في قلوب الجزائريين ظالمة أو مظلومة. شكرا لشعب الجزائر، أنتم في القلب. هي كلمة يرددها الجزائريين جيل بعد جيل، يجسدون ما قاله الشهيد هواري بومدين: نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة. يردها الشيخ، الفتى الكبير الصغير. شكرا للجزائر، شكرا على هذه الأجواء الرائعة. شعب فلسطين يحبكم وأنتم في القلب. شكرا للجزائر. منتخب الفدائيين فاز على المحاربين على الورق بهدف من دون رد، والجماهير الجزائرية أحرزت انتصارا باهرا بعدما هزت الكيان الصهيوني بوقفة دعم وإسناد هي الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة العالمية. هذا اللقاء خاصة الجزائريين معروفين حارين. كون جات فلسطين قدام الجزائر كره الاستقلال داتو بكري، ماشي ضروري مازالت في النزاعات، مازالت في الحرب في غزه وهكذا وراك شرا يصرى. نتمناو متمنين احنا كون جينا في بلاصه مصر، كون جيت في بلاد كوراني ثم انا يا خويا نجاهد في سبيل الله. نحروها صاحبي، انا الاول اللي نطلع، بصح صاحبي ما نقدرش نطلع والساندويتش 10,000 راك تسمع، بصح نحاربوا حنايا. انا كنت تراب في الجزائر ونحررها. يا خلاص كاع نحروها، احنا باينين بلي نحروا فلسطين. احنا ماهوش محرين صاحبي كيفاش. يا خو جات فلسطين قدام الجزائر يا خو، نحروها كامل نروحوا، هادو اللي هم قدامنا والناس كاع والارجيري كاع نروحوا كامل بيسك هنا راهي خويا، راهي هنا يا خويا فلسطين. اخويا كون جات الجزائر قدام فلسطين لن نبقى لا بالغالي والنفيس في سبيل تحرير هذا الشعب.